علمونا في المدارس إن الأسلحة الفاسدة كانت سبب الهزيمة في حرب 48. ولو سألت مدرس التاريخ يعني إيه أسلحة فاسدة يقول لك تيجي تضرب الرصاص يجي فيك. ولما كبرنا شفنا الموضوع في فيلم رد قلبي. لكن هل في حاجة اسمها أسلحة فاسدة فعلا؟ بعد قرار تقسيم فلسطين قرر الملك فاروق يدخل الحرب مع إسرائيل، لكن الجيش المصري ما كانش عنده سلاح كفاية في المخازن، وعشان كده اتكونت لجنة اسمها لجنة احتياجات الجيش. واللجنة دي كانت مسؤولة عن شراء السلاح في أسرع وقت ومن أي مصدر، خصوصا إن مجلس الأمن أصدر قرارا بمنع بيع السلاح للأطراف اللي بتحارب على أرض فلسطين، يعني العرب واليهود. وعشان كده اللجنة بقت تشتري السلاح من الباطن عن طريق سماسرة وشركات وعملاء أجانب وتبعتها للجنود في فلسطين. المهم تمر الأيام والعرب اتهزموا في حرب 48 وبقى الكل يسأل إزاي ده حصل، بس ما حدش كان عارف الإجابة لحد يوم 20 يونيو سنة 1950 لما إحسان عبد القدوس كتب في مجلة روز اليوسف عن موضوع الأسلحة الفاسدة لأول مرة، والدنيا اتقلبت على مستوى الشارع والبرلمان والقصر. وفضل إحسان عبد القدوس شغال على الموضوع والناس تقرأ وتعيط على أولادها اللي ماتوا وتسب في الملك ورجالته. ولما الأزمة كبرت وزير الحربية وقتها مصطفى نصرت قدم بلاغ للنائب العام للتحقيق في المكتوب، وابتدى النائب العام يحقق مع كل اللي ليهم صلة بالموضوع. وظهر تقرير من ديوان المحاسبة قال إن في مخالفات مالية ضخمة في صفقات الأسلحة، يعني سلاح فاسد وغالي كمان. وفي وسط التحقيقات قامت حركة 23 يوليو، وطبعا الضباط الأحرار أول حاجة اهتموا بيها كانت التحقيق في قضية الأسلحة الفاسدة. وهنا بقى ظهرت المفاجأة الكبيرة. في 10 يونيو 1953 حكمت المحكمة ببراءة كل المتهمين في القضية من التهم المنسوبة ليهم، ما عدا 2 اتحكم على كل واحد فيهم بغرامة 100 جنيه، وهم القائم قام عبد الغفار عثمان والبكباشي حسين مصطفى منصور. القائم قام عبد الغفار عثمان كانت رتبته بتساوي دلوقتي عقيد في النظام العسكري الحديث، أما البكباشي حسين مصطفى منصور فرتبته كانت بتساوي مقدم. طب ليه كل المتهمين خدوا براءة؟ عشان التحقيقات أثبتت إن الأسلحة ما كانتش فاسدة ولا حاجة، وكل الضباط والجنود اللي المحكمة استدعتهم للشهادة قالوا إن الأسلحة كانت عادية، يعني لا بتضرب لورا ولا أي كلام من ده. وكمان الخبراء اللي النيابة والمحكمة خدوا رأيهم قالوا إن نوع السلاح ما كانش ليه أي تأثير على نتيجة الحرب. يا خبر اسود، أمال إيه قصة الأسلحة الفاسدة؟ اتضح إن الأسلحة ما كانتش فاسدة في نوعها، لا الفساد كان في الطريقة اللي اشتروها بيها والمبالغ الكتير اللي اندفعت فيها أكتر من ثمنها والسمسرة اللي حصلت وقت الشراء. والتحقيق بين إن اللجنة المختصة وبسبب حظر التسليح الدولي وإن مفيش وقت اشترت السلاح اللي جه قدامها، ومنه سلاح من مخلفات الحرب العالمية الثانية اشترته مصر من مخازن الجيش الإيطالي بسبب العلاقة القوية بين الملك فاروق وإيطاليا وقتها. طب كل الكلام ده جه منين؟ بعض الضباط الأحرار هم اللي سربوا الكذبة دي لإحسان عبد القدوس. ولما قامت 23 يوليو كانت الخطة الأساسية هي تشويه الملك وكل ما يخص عصره، ومن هنا فضلوا ينفخوا في موضوع الأسلحة الفاسدة لحد ما بقى من المسلمات في تاريخنا. لكن العجيب إن من أوائل الناس اللي سجنهم عبد الناصر كان إحسان عبد القدوس. وبالمناسبة الفريق سعد الشاذلي قال في شهادته عن حرب 48 إن الجنود فشلوا في استعمال القنابل فاعتبروها فاسدة، رحم الله الجميع. وكمان عملنا قناة جديدة مخصوص للمتابعين اللي بيحبوا القصص دي، هتقدر توصلها بكل بساطة لما تضغط على اسم القناة اللي تحت الفيديو.